الرياضة بجابس. مشاهد. احتضن مقر ولاية جابس اجتماعا تنسيقيا بين والي الجهة السيد حسين جرات وبحضور رجل الأعمال السيد محمد العياشي العجرودي والسيدين صابر جماعي رئيس ستيدا ورياض جريدي رئيس جليزة الصاعدة حديثا إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الحديث ارتكز على البنية التحتية الرياضية في جابس والتي لا تستجيب إلى تطلعات أندية الجهة، إضافة إلى غياب الدعم المالي للفريقين وخاصة من المجمع الكيميائي بالجهة. وطالب رئيسا الفريقين بضرورة إيجاد حلول عاجلة، خاصة وأن الملاعب تفتقر إلى الإنارة والموسم الرياضي يقترن انطلاقه مع شهر رمضان. مع الشكر في الواقع احنا هي مناسبة طيبة باش نباركوا لجماهير الفريقين الملعب الجابسي على المستوى الطيب اللي أنا قدموا طيلة الموسم هذايا، ومعناها الترتيب السادس هكا ولا السابع، ترتيب مشرف. أكثر من ذلك أنه يعني توا كيف زوز عناصر من الملعب الجابسي يوقع استدعاهم للمنتخب، يعني كيف زاد هذايا عنوان تألق. إن شاء الله معناها العمل هذايا الكسب هذايا يوقع المحافظة عليه في الموسم القادم. بالنسبة للمستقبل جابس كيف معناها يعني استبشرنا خير لكونه معناها التألق اللي قدموا طيلة الموسم، وإن شاء الله معناها الصعود يعني يفرح زاد كيف اللاعبين والهيئة وجماهير، وتهانية الحارة لكل جماهير مستقبل جابس والأسرة الرياضية في جابس ككل. في الواقع أنت معناها يعني أثرت زوز عناصر. العنصر الأولاني هي البنية التحتية. البنية التحتية للمنشآت الرياضية صحيح بعين معناها ناقدة تنقصها الكثير. بقى شنو ما قامت به يعني السلطات الجهوية ومعناها في إطار البرامج يعني العمومية للميزانية. هي العديد من المشاريع معناها رسمت لولاية جابس، وإن شاء الله معناها احنا بالنسبة لنا العديد معناها من المشاريع التي هي بصدد التنفيذ. العديد من الملاعب وقع إنهائها معناها في كافة معناها أنحاء الجهة المطوية. الوذرف بصدد الإعداد، بوشمة زاد كيف معناها التهيئة معناها تشارفت على الانتهاء. الزارات كذلك بصدد التنفيذ. هنا بالنسبة لجابس هناك العديد من المشاريع سواء في مرحلة بداية الإنجاز أو طلب العروض. احنا إن شاء الله يعني نسرعوا في إجراءات الإدارية اللي سوف تمكننا باش معناها نداركوا الوضع المتهري في بعض الأحيان للبنية التحتية بالإنشاءات الجديدة. العمل متاعنا إن شاء الله باش يكون مكثف على مستوى جهوي، وكذلك إن شاء الله بالتنسيق العمل مع المركزي يعني الوزارة، وزارة الشباب والرياضة الإشراف، أو مصالح المتابعة في رئاسة الحكومة. سوف نضاعف المجهود لمعناها الإنجاز المطلوب.